يبين بان فريق الفتح الرياضي من الجهه اليسرى امين سوان، تدخل ديال اللاعب ايوب بوشتا. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطيه حاضره. طرف العميد جمال حركاس ياسين لبيب، تدخل الحكم كان الخطا لفائده فريق الفتح الرياضي. وهذه الكره الثابته لفائده فريق الفتح الرياضي. ترفعت الكره في القائم الثاني، الراسيه محاوله ممتازه وتدخل الحارس يوسف مطيع. اول فرصه واول محاوله لفائده فريق الفتح الرياضي بواسطه حمزه النوري. نتابع من جديد، لكن رولاني مكوينه يبحث على توليفه اللي بامكانها تحقيق نتائج القاب. مشات كره في جانبنا، هذه محاوله لفائده فريق الفتح الرياضي. امين صوان بحث على ياسين لامين، تغطيه كانت حاضره من جمال حركاس، فرصه ومحاوله كانت خطيره. لعبات الكره الراسيه داخل منطقه الجزاء دائما لفائده فريق الفتح الرياضي. الفريقين اللي هذه فرصه محاوله لفائده فريق الوداد، فرصه تدخل الحكم كيمنع خطا لفائده فريق الفتح الرياضي. كانت فرصه لفائده فريق الوداد، سقوط افضل ونتائج احسن اللي تخلي فريق الوداد يكون على مستوى انديه الصداره التنفيذ. اسماعيل المترجي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، راسيه فرصه برا جانبا، راسيه جمال حركاس اللي كيصعد من اجل مسانده الهجوم ديال فريق الوداد. اسماعيل المترجي رفع الكره، لعب الكره الطويله البحث على اللاعب بونا عمار، تغطيه حاضره من امين مسن، وحكم كيقول ضربه مرمى لفائده فريق الفتح الرياضي. الكره في جانبنا حمزه النوري، طلب الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل حمزه الساخي، مشات الكره في جهه اليسرى، تعود المحاوله وليد ناصي، تسديده ولكن مشات فوق المرمى، تسديده قويه ولكن فوق مرمى الحارس راشد غانمي. فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد، تسديده قويه. اسامه سكحان غيبحث عن التمرير، تمريره تدخل الحارس يوسف مطيع. مره كؤوس افريقيه وعربيه، فريق اللي كيبقى دائما المكان ديالو هو انه يبحث على الالقاب. لاحظوا التغطيه حاضره من عبد الصمد ماهر. صوان امين صوان شو يعمل امين صوان، يسدد، مشات كره فوق المرمى. فرصه ومحاوله لفائده فريق الفتح الرياضي. امين صوان الدخول داخل منطقه الجزاء، جرب انه يسدد للمرمى، تسديده قويه ولكن مشى جانب تمريره ممتازه. اسماعيل المترجي، هذه فرصه لفائده فريق الوداد ولكن وليد ناصي مشى الكره ولكن الكره كانت بعيده شي علمه. فرصه لفائده فريق الفتح الرياضي في الوقت. ياسين لامين طلب الكره، خروج يدخل داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه محاوله المراوغه، تغطيه حاضره. حكم كان الخطا لفائده فريق الفتح الرياضي، وكذلك للمدافع اسامه الراوي، هذا كان لاعب منتخب الشبان سابقا. اسامه الراوي ما اعلنش على الخطا. هذه فرصه حمزه النوري، شادي يعمل حمزه النوري، تسديده وتدخل الحارس يوسف مطيع، تدخل الحارس يوسف مطيع. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الفتح الرياضي في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا. نتابع ياسين لامين وتدخل امام جمال حركاس. الحكم يعني من خلال الاشاره لسنه 2000 فما فوق. لعبت الكره خطا داخل منطقه الجزاء الراسيه في محاوله لفائده فريق الوداد، ولكن هناك يعني تدخل ديال حمزه النوري. الحكم كاين خطا لفائده فريق الفتح. التمريره الطويله هذه فرصه لفائده فريق الوداد عند وليد ناصي داخل منطقه الجزاء، سقوط ناصي. الحكم قريب كيطلب موافقه فريق الفتح الرياضي. ترفعت الكره، تدخل جمال حركاس كيقطع الكره لحمزه النوري ثم وليد ناصي من الدخول داخل منطقه الجزاء. كذلك كان سقوط ديال وليد ناصي. الحكم طلب مواصله اللقاء. دائما لفائده فريق الوداد لمحمد مفيد غادي يحاول يسدد تسديده، فرصه دائما الخطوره متواصله وتدخل الدفاع. محمد مفيد يسدد وتدخل رشيد غانمي. محاوله هي الابرز لفائده فريق الوداد خلال هذه الجوله الاولى. نتابع هذا رشيد غانمي، ترفعت الكره البحث على راسيه جمال حركاس، ومره اخرى رشيد غانمي في المكان المناسب. صراحة تدخل كان هنا. هذه فرصة ومحاولة لفائدة فريق الفتح الرياضي، محاولة خطيرة البحث عن التمرير لحمزة النوري، ولكن تغطية كانت حاضرة من طرف العميد جمال حركاس. مرتد هجومي لفائدة فريق الوداد من جهة ولادات عليه للحضور في المباراتين السابقتين. في الوقت فرصة محمد مفيد شو يعمل، مفيد يسدد، تدخل رشيد غانمي في المكان المناسب. كانت فرصة ومحاولة لفائدة فريق الوداد. نتابع من جديد تمريره داخل منطقه جزاء، كان خروج الحارس رشيد غانمي في الوقت اللي الكره لمسها سيدي بن عمار. كان تقدم ديال الحارس رشيد غانمي، تسديده وتعيع
هنا كنتابعوا المحاوله كذلك ديال حمزه النوري وتعلق ديال الحارس يوسف مطيع. الجوله الاولى تعلق الحارسين غانمي والمطيع في تسديده محمد مفيد وتعلق الحارس رشيد غانمي. حق هذه الكره يمكن نقول بانه رشيد غانمي كمان حركه الصعود نبيل مرموق رفعت الكره. هذه فرصه تدخل رشيد غانمي في المكان. حمزه الساخي مباشره عند الحارس رشيد غانمي. فتح الرياضي هذا الموسم ديال المرمى. مهدي مبارك كيلعب كره مباشره اللي مشات مباشره في الوقت اللي لاعبين ديال فريق فتح الرياضي انتظروا اعاده الكره. فكيعتذر مهدي مبارك لان الكره كان بامكانه تمشي الوسطى عند اللاعب سيف الدين بورا. حمزه الساخي تدخل اسامه قويه. هذه فرصه لفريق فتح الرياضي بواسطه حمزه النوري تدخل واكيد جمال حركاس على مستوى التغطيه. الحكم طلب مواصله اللقاء في الوقت اللي حمزه النوري مازال سقف ارضيه اللاعب ياسين لامين. تسديده وتدخل الحارس يوسف مطيع. تسديده قويه تدخل الحارس يوسف النوري وياسين لامين. تمريره داخل منطقه الجزاء تدخل وابعاد الكره خارج ارضيه الملعب في الوقت اللي كان هناك المطالبه لفريق الوداد. مهدي مبارك امكانيه رفع الكره. فرصه تيميلو ناصي. تدخل الدفاع دائما خطوره متواصله. محاوله ابعاد الكره من طرف لاعب انس سرغات. كانت فرصه الهدف تضيع. يمكن نقول بانه تضيع ببشاعه صراحه لانه كان امام المرمى سواء وليد ناصي. تعود المحاوله مره اخرى. حمزه الساخي كيرجع الكره لنبيل مرموق. محاوله كانت سانحه تجاه لاعب حمزه النوري. يوسف مطيع لايوب بوشتا. هناك انطلاقه ديال المترجي بوشتا. تسديده عرضيه ولكن هناك تدخل الحارس رشيد غانمي في هذه فرصه. استرجع الكره لاعب فريق فتح الرياضي تمريره ولكن الكره كانت بعيده على حمزه النوري. عبد الصمد باغي رفعت كره داخل منطقه الجزاء. تيميلو بيلولا كيمر. هذه فرصه الهدف الاول لفائده فريق الوداد. هدف الاول. فرحه كبيره. فريق الوداد يتمكن من الوصول الى المرمى. لاحظوا فرحه كبيره للاعبين وللجماهير ولرولاني مكوينه. الوداد اخيرا يصل للمرمى ويسجل الهدف الاول في هذه المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره لانه كان ضغط كبير على اللاعبين وعلى الجماهير. هدف اول لفائده فريق الوداد الرياضي. تابعنا العديد من التمريرات قصيره بين اللاعبين تاكيد او الغاء الهدف. الحكم اذا هناك وضعيه تسلل والهدف ملغى وهدف مرفوض لامين مسن. يسدد كره ارضيه تدخل الحارس. تمريره لتيميلو ميلولا. يسدد فرصه مرات جانبا. وعد اونزو مراوغه ممتازه. هذه فرصه تسديده. فرصه تيميلو يجد الحل ويضع الكره في الشباك. تيميلو ميلولا لاعب الجنوب افريقي يتمكن من وضع الكره في الشباك ولكن كل العمل كان ديال معاد اونزو اللي تمكن من المراوغه ديال اللاعب الاول والثاني. تمريره ممتازه عن تيميلو ميلولا الذي يضع الكره في الشباك. المهاجم الجنوب افريقي ينقذ حتى الان المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا. هدف الاول وهدف التقدم الان لفريق